ولسه مع حضراتكم بنتكلم على تراثنا وموروثاتنا وإرثنا الحضاري، ونورنا في استوديو المصروية الأستاذ مجدي شاكر الخبير الأثري وكبير أثريين بوزارة الآثار والسياحة. أهلا بيك معنا يا أستاذ مجدي، وحضرتك طيب وبخير. أعتقد بعد الفن الجميل ده هنتعب المشاهدين شوية، لأن يعني حاجة دسمة جدا. بشكر صوتهم الرائع وأدائهم الكويس، ونتمنى نكون ضيوف خفاف على السادة المشاهدين. دايما حضرتك ضيف عزيز علينا، وهنتكلم على رمضان في عصور إسلامية عديدة وبداية الاحتفال بشهر رمضان في بداية العصور الإسلامية. أستاذ نادية، أنت عارفة حضرتك هذا البلد مميز في كل شيء، وزي ما بيقولوا احنا سبقنا الدنيا كلها، وأصل التاريخ في هذا البلد حتى لما حاولوا كلمة كل حاجة يقول لك عصر فاطمي، احنا جايين النهارده عشان نقول ان احنا عندنا احتفالات قبل العصر الفاطمي، وكل اللي بيقولوه من فانوس ومسحرات وكله مصر بتسبقه بكتير جدا، ولكن للاسف احنا اختزلنا الموضوع وكأن الفاطميين هم اللي جم علمونا المسحراتي وعلمونا الاكل وعلمونا الاحتفالات، مصر وعلمونا الفانوس بالظبط. انما هذا البلد والله ابدا، يعني عايزين نبص بس لمنشأ الفاطميين. هم جايين من بلاد المغرب، وهو الراجل هو جاي، تخيلي هو جاب معاه ثروته، المعز الفاطمي جاب معاه ثروته، حتى البقايا بتاعت اجساد اجداده. يعني تخيل، يعني هو لو هو من بلد منتهى الرقي يعني ما كان يسيبهم هناك. زي ما يقول لك مثلا الفضائيين هم اللي بنوا الهرم، واللي جايين. طب يا جماعه طبعا بلاد المغرب طبعا بلاد راقيه وكل حاجه، بس احنا كان في بلد حضاره، يعني كنت اكثر تحضرا. يعني دايما اقول الاسكندر لما جه اسس الاسكندريه، اشمعنى اول اسكندريه كانت في مصر؟ يعني ما هو في 13 اسكندريه. تاني حاجه ما فرحش بانتصاراته في الهند او في اي بلاد الشام الا في هذا البلد طبعا. لذلك حتى لما جه راح تقلد على حسب الطريقه المصريه القديمه. راح منف قال لهم اكبر معبد قالوا في منف، وراح وقال لهم قلدوني كملك مصري. طب لماذا هو الاسكندر؟ لانه يعلم ان هذا البلد هو الاكثر تحضرا والاكثر ثقافه، وبالتالي بنقول ان هذا البلد هو اصل التاريخ، اصل العادات، اصل التقاليد. احنا لا يعني زي ما القران نزل في مكه، ولكن نجد المقرئين المصريين، وحضرتك شفتي لقاء امبارح النهارده السيد وزير الاوقاف مع السيد رئيس الجمهوريه، نسبه لما بيقولوا نسبه المبعوثين سواء من المقرئين او المنشدين او الخطباء قد ايه في العالم الاسلامي. ده يبين لك ان هذا البلد رغم ان الدين نشأ في مكه، لكن في مصر كان له زي ما بيقولوا ايه القرآن، حتى قارئ المقرئين هنا لهم مذاق آخر. صحيح. هنا طعم القرآن هو قرآن في كل مكان، ولكن هنا الحنجرة المصرية أعتقد إن ادته يعني زي ما بيقولوا يعني طعم مختلف تماما. حتى الطبيعة عندها تتمثروا يعني. وبالتالي لما نقول المعز والله ده هو كان جاي يستقر. الراجل بقول لك لدرجة إن هو كان جايب التوابيت بتاعت أجداده، وبالتالي لما نقول إن هذا البلد كان أكثر لأنه كان بيحلم. يعني الناس اللي ما تعرفوش ان قبل المعز كانت هناك عده محاولات من نفس هذه الدوله للمجيء لمصر، وتعطلت فضلوا 50 سنه. تعثرت وبالتالي هو لما جه كان سعيد جدا جدا، جاب فلوس وجاب مش جاي بقى عشان يغزو بس، لا ده هو جاي عشان ايه؟ يقعد ويستقر، وبنى مدينه القاهره واستقر وكلمه لما يقول لك ده برضه استاذ ناديه جايين نصلح فكره هو بنى مدينه القاهره ما كانتش موجوده، والله كانت موجوده طبعا. ده كانت موجوده مدينه اسمها مدينه اون اللي هي المطريه وعين شمس طبعا. المدينه اللي كان رايحه ممتوده لغايه العباسيه، موجوده لغايه المعادي، موجوده لغايه مدينه نصر، موجوده لغايه مصر الجديده. لذلك لما جه حتى الراجل اللي هو البلجيكي عشان يعمل حي اليوبلس استقر في هذا المكان. وبالتالي كلمه القاهره هو قول امتداد للقاهره، او هو سماها القاهره، انما كانت المدينه موجوده والله يا فندم، كانت موجوده. بدليل لو موجود ابنيها خد معظم المنشآت المعماريه اللي كانت موجوده في مدينه اون، ولو حضرتك بصيتي كده على بعض الجوامع هتلاقي علامات باللغه الجغرافيه موجوده في قلب الاحجار. وبالتالي مدينه القاهره كانت مدينه موجوده، بس زي ما تقولوا هو غير الايه المسمى بتاعها. فبقول لحضرتك ان كلمه الفاطميين هم اللي عملوا هذه الاشياء، احنا جايين نصلح النهارده هذا المفهوم وهذا الوضع ونشوف التاريخ بتاعه. المظاهر الرمضانيه على ارض مصر بدايتها كانت من اصول مصريه قديمه، فنعرف حاجات كتير اصلها كان من الحضاره المصريه القديمه مع حضرتك. هبتدي مع حضرتك النهارده بحدث يعني كل سنه ومصر طيبه، اللي هو مرور 1083 سنه على الازهر. هقول التاريخ تاني، 1083 سنه على الازهر. احنا بنتكلم على يعني اكتر من 1000 سنه، وبالتالي ذكرى مهمه جدا جدا لهذا يعني الصرح اللي كل دول العالم بتحسدنا عليه، لان هذا المكان اللي علم الدنيا. واعتقد ما فيش اي حد في الدنيا لما يعني كان له يعني عايز يتعلم في الازهر، فالازهر هو مناره العلم في مصر. فربنا يديمه على مصر والعالم الاسلامي هذا المكان العظيم، وربنا يعني يدي الصحه لشيخ الازهر، هذا الرجل اللي يعني غير كثير من الافكار، والدكتور احمد الطيب، وهذا الرجل يعني تاج راسنا، وهو من عيله فاضله جدا، عيله في الاقصر، وفي نفس الوقت هو راجل صاحب علم كبير وتعلم في السربون، وبالتالي شيخ ازهر راقي جدا جدا. فيعني بنقول لكل علماء الازهر ولمصر كل سنه وانتم طيبين بمرور 1083 سنه. حضرتك
اسست الناس اللي ما تعرفوش الفاطميين لما جم حاولوا يعملوا لنا كل حاجه، ولكن انت عارفه المصريين دماغهم ناشف شويه. سابوا كل اللي عملوه الفاطميين وغيروه، منها الازهر وكان معمول عشان ينشر المذهب الشيعي. أيوة. ولكن بالرغم من ذلك المسجد دلوقتي الازهر بقاله الاف السنين هو لنشر المذهب السني، المذهب الوسطي. وبالتالي حتى الازهر اللي هو كان بدايته مذهب شيعي وجي بعد كده صلاح الدين الايوبي قفلوا فتره كبيره جدا وحولوا الى المذهب المذهب السني. أيوة. وبالتالي حضرتك كل مظاهر رمضان الذي نراها الان لا هي بدات مبكرا جدا، حتى الكلمات اللي بنقولها مش عارف حضرتك عايزين نبتدي بالاكل ولا بالعادات والتقاليد ولا بوحوي يا وحوي. طبعا. يعني انت عارفه احنا محبين للاكل شويه، وحتى كان من حب المصريين قدماء الاكل كان بياخدوه جوه المقبره، يعني كان في حاجه بياخدوا جوه القبر بتاعهم، ياخدوا بلح وياخدوا دوم وياخدوا عرق سوس وياخدوا تمر هندي والله، الحاجات اللي بتربطهم بارض كيمت. هو كان عايز ينقل اللي كان بياخده في الدنيا يحطه معاه في الاخر. يعني اصلا ما تعرفوش ان شاء الله لما نفتح المتحف المصري الكبير هنشوف مع جدنا ملك توت، هنشوف معاه بلح وهنشوف معاه دوم وهنشوف معاه اوز وبط محنطين، يعني كان واخد مأكولات من ارض مصر. فبالتالي بقول لحضرتك وليها رمزيه اكيد، مش بس عشان مأكولات يعني. هي الجذور، جذورنا في الارض والنبته اللي بتطلع من الارض هي متجذره فينا بالاساس. فاللي احنا بناكله من الخشاف دلوقتي لا والله البلح ده موجود من زمان جدا. بقول لحضرتك كان يعني شجره البلح دي مهمه جدا عند المصريين، تمر هندي والعرق سوس كل ده كان موجود ووجدناه في البرد. كمان كانوا بيستعملوه في اغراض طبيه، يعني مش بس للاكل، كان بيستعملوه كمان في اغراض طبيه. فدي كل المشروبات اللي احنا بنشربها دلوقتي موجوده منذ مصر القديم. فكره ان ليه احنا بدأنا بالازهر؟ لان الازهر ارتبطت بيه حادثه مهمه جدا، هي مجيء المعز الدين الفاطمي. وهو جالنا في ناس تقول يوم 5 رمضان وناس تقول جه يوم 7 رمضان، ففي نفس الليله هو جه بعد المغرب. فانت عارفه حضرتك المصريين عشان يستقبلوه فراحوا شالوا فكره الفانوس، بدات تظهر لانه هو كان جاي من نواحي الجيزه، فهم خرجوا شايلين شمعه وعشان الهواء فبداوا يعني دراها شويه تظهر الفكره. لكن الفانوس فكره كانت موجوده مبكرا جدا طبعا. والمقريزي اللي هو كان من عاشقين الدوله الفاطميه ذكر وما قالش الموضوع ده، ما قالش موضوع الفانوس مرتبط بالفاطميين، ولكن قال الفانوس كان موجود في مصر. ولكن هو بدا يظهر فكره رمضان لما راحوا يستقبلوه، بدات تظهر فكره الفانوس. انما الفانوس والفانوس كان موجود. في ناس ثانيه ربطته بفكره الحاكم بامر الله، هذا الرجل اللي له بعض الاعمال الصالحه جدا وله بعض الاعمال السيئه، ان هو منع خروج السيدات طول السنه الا في رمضان. وعشان تخرج في رمضان لازم يبقى لها طقس. ايه الطقس دي يا عم؟ قال لازم قدامها تمشي ولد صغير شايل الفانوس. فهو لما يشوفوا طفل شايل الفانوس هيقولوا ان في ست معديه. وبالتالي الفانوس كان مهم. كمان كان بيشترطوا ان في اول رمضان كل المحلات لازم تنور فوانيس قدام قدام بيوتها وقدام محلاتها، وينظفوا المحل بالظبط. وبجانب ان هو كمان لازم فوق المساجد فوق المأذنه يحطوا الفانوس ينور طول الليل، فالناس تاكل وتشرب. مجرد ما يطفي يعرفوا ان دي علامه ان خلاص. لكن احنا عندنا ارتبطت بفكره الفانوس اغنيتين مهمين جدا، اللي هو حل وحلو ووحوي يا وحوي. احنا بنقولها نعرف يعني اصلهم بقى المصري العريق. اتعملت سنه 36 غناها الله يرحمه احمد عبد القادر، واللي كتبها محمد حلمي المنستيرلي. هو كان راجل جاي من منستر من مقدونيا، ما كانش مصري. اقول لهم قصر مشهور جدا، قصر المنستيرلي قدام يعني قدام متحف ام كلثوم اللي هو موجود في جزيره المانيا. تمام. بنغنيها من 36 واحنا ما نعرفش المعنى بتاعها. وحوي دي كلمه او كلمه هيروغليفي او مصري قديم بمعنى اشرقتي او نورتي. إياحة المقصود بها الملكة إياح حتب. مين الإياح حتب دي؟ اللي أتمنى والله إذن نادية في ظل الدولة دلوقتي بدأت تستعيد الهوية الوطنية، وبدأنا طبعا يعني يكفي إن مصنع الغزل والنسيج سموه نيت، وأول طائرة مصرية سموها حورس، وبدأنا يعني في نهضة مهمة جدا جدا. أتمنى إن أسماء السيدات اللي ضحوا في سبيل هذا البلد كلهم شوارع باسمهم، يعني حي كده اسمه حي الأبطال والشهداء، لأن الست دي لولاها كان تاريخ ما كناش قعدنا القعده دي. حضرتك هتقولي ازاي؟ لولاها ما كناش انتصرنا على الهكسوس وطردناهم. الناس اللي ما يعرفوش ان الهكسوس جم احتلوا اجزاء كبيره من مصر. ما نقولش كل مصر، دي معلومه الناس برضه بتاخدها غلط. الهكسوس لم يحتلوا غير منطقه الدلتا، ما قدروش يوصلوا الصعيد. انت عارفه الصعيد ده يعني مشكله كبيره جدا. فعشان ده ما نقولش احتلوا. هو كانوا قاعدين على الحدود. كان كل الملك المصري لما بنحصد القمح والشعير يديهم شويه، ولكن لما لقوا المصريين بداوا يضعفوا بداوا يخشوا شويه 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 وراحوا قاعدين. انما هم ما جابوش جيش وحاربونا واحتلونا، لا ده هم زي ما بيقولوا جزء جزء. الهكسوس دول قعدوا حوالي 108 سنه. هذه السيده اللي بنسميها حتب كان عندها زوج اسمه سكن الرع وولدين كاموس واحمس. الاولاني سكن الرع استشهد في سبيل الدفاع عن الهكسوس، والموميا بتاعته كانت قايله له مهري انك تخلص مصر وتطرد مصر كان بيسموه من الوباء او من الطاعون.
ما كانش بيقول على اعداء، كان بيسموهم الطاعون لانه ايه كانوا سيئين جدا. عايزه تعرفي حضرتك هذه الموميا اللي فيها، روحي زوري متحف الحضاره، الموميا بتاعت سكن الرع موجوده، مضروب في راسه فقط 17 بلطه. اللي ده ما هو ميت يعني ضربوه بغل لانه تعبهم كتير جدا، لما وقع في ساحه القتال يعني كان مشكله بالنسبه لهم، فالموميا بتاعته ما زالت شاهده، لما عملوا سكانر ليها الموميا متدمره تماما يعني. وهي موجوده في متحف الحضاره. تضحياته العظيمه. ما كان عندها ولدين اللي هو كامس واحمس. بدات بالولد ايه تقول له لازم تاخد فكره الطار اللي هي موجوده حتى الان في الصعيد، وفكره طار ابوك يا حسنين زي ما بيقولوا يعني. انت عارف حضرتك الصعيد كان مغذي ليه فكره الطار، فهي المرأة لازم تاخد طار بلدك وطار ابوك. فقام كاموس واستشهد برضه في سن صغيره، ولم يتبقى عندها غير ولد، وحصلت مشكله كبيره جدا ان كل الجيش فقد الثقه. واحده سيده عاديه زيها كانت ايه اللي يحصل بقى؟ خلاص جوزها مات وابنها مات، كانت يعني تسيب الدنيا. ولكن بالرغم من ذلك ابنها اللي كان عنده 10 سنوات بدات تجمع الجيش وتجمع الفرين، وبدات المره دي ترتدي هي الملابس العسكريه وتقول له انا رايحه معاك. وبدات ايه حتب تروح مع ابنها احمس، كان عنده بدا يبقى عنده حوالي 17 سنه، وتمكنت من طرد الهكسوس. ومش بس كده، ده ادركت بحسها الاستراتيجي العسكري ان حدود مصر لا تبتدي من عند سيناء، ولكن تبتدي من المكان اللي هم جايين منه. هم كانوا جايين من ناحيه فلسطين. فضلت ماشيه وراهم هي امننا مش بس قومي، امننا اقليمي. بعد استراتيجي. صحيح. وبداوا يطردوهم لغايه ما وصلوا الى منطقه فلسطين. وهي راجعه المصريين حبوا يعملوا لها نشوده اغنيه، قال لها نورتي او اشرقت، لان ابنها اسمه يحمس ابن القمر. الله. يعني مس اللي هو ابن، واياح بمعنى القمر. فبقول لها اشرقتي، وهي اياح حتب، او اشرقتي ايها القمر، او نورتي. نوع من الايه من التقدير. وبدات اغنيه احنا بنرددها حتى الان ولا ندرك معناها، زي يا حلولي يا حلولي. هي كلمه قبطيه معناها يا شيخ، او نورت يا شيخ. يعني معناه اطفال لما يقولوا لي الراجل الكبير رمضان جه، يعني ايه رمضان جه؟ ادينا بقى، يعني زي بيقولوا ايه حلو يا حلو اللي احنا حولناها بعد كده حلو يا حلو. بنقول له للراجل كلمه حلو بمعنى الرجل الطاعن في السن او الكبير في السن. فالاولاد لما يقولوا كده مرتبط ان هو يديهم زي ما بيقولوا ايه فك او يديهم اي شيء. فاحنا بنردد الكيس وادينا بقشيش، يا نروح ما نجيش يا حلو. دايما يقولوها اللي هو معاه فلوس، دايما الراجل الكبير في السن وكده. فبالتالي احنا ارتبطت معنا اغنيتين احنا ما زلنا نرددهم واحنا ما ندركش معناهم، ولكن دي بيدل ان احنا كلماتنا، يعني حضرتك يعني ناس كتير جدا ما تعرفش ان احنا بنردد 70% من كلماتنا العاميه هي مستمده من الكتابه المصريه القديمه او من الهيروغليفي. يعني من اول ما بنقول كركر وبخ وننه ولنه وكلمات كتير لسه جدا. كمان كنت قاريه معلومه امبارح، الشوار حتى لما احنا بنقول ان حد هيشور العروسه وكده، دي كلمه اصلها برضو من اللغه المصريه القديمه. النيش حتى في الشوار اللي هو الجهاز، حتى القايمه نفسها هي فكره مش موجوده في مصر. في لغتنا المصريه اصلا. استاذنا ناديه، ناس كتير ما تعرفش ان فكره القايمه مش موجوده في اي دوله عربيه، لانها مستمده من المصريين. يعني المصريين كنا احنا لقينا قايمات عندهم قايمه، ولقينا الست بتشترط على زوجها ان هو يعني يديها مصروف شهري للمكياج بتاعها، ويشترط عليها حقوقها يعني وتشترط عليها ان يجيب لها في التجمل يجيب لها عسل، ويجيب لها. لقينا قايمات كتير جدا جدا فيها بنود اذا طبقت دلوقتي الرجاله هتزعل قوي. لا تزعل ليه؟ ليه؟ لان بتشترط عليه. لا كانت فيها مطالب يعني ماليه كبيره. ما يمكن بالتراضي يعني ما فيهاش اكيد طبعا اكيد طبعا. فبقول لحضرتك يعني. ان القايمه بكل شروطها هي مستمده من الايه من المصريين القدماء. الكتابه اللي احنا بنمارسها او اللغه بتاعتنا، لو دورت على كلمه مثلا ننه او كخه او كركر في القاموس اللغه العربيه لن تجديها، ولكن كلها مستمده من الايه المصري القديم. وبالتالي دي مظهر مهم جدا احنا بنمارسه واحنا ما نعرفش الفكره بتاعته، لكن الفكره جت مبكرا جدا. فكره المسحراتي، معروف ان اول مسحراتي في التاريخ، احنا مجتمع المدينه كان مجتمع صغير اول ما ظهر الاسلام، فكان في يعني اذانين، اللي هو الاذان اللي هو الاولاني والاذان الثاني، وما زال بعض الجامع بتطبقها. فكان بلال بن رباح ده كان يعتبر اول مؤذن واول مسحراتي. فالناس لما تسمعه تبدا تصحى وتاكل. ولكن يجي مؤذن ثاني اسمه عبد الله بن ام مكتوم، عندما يؤذن خلاص الناس تمتنع عليه. لكن الدوله الاسلاميه لما بدات تتسع وبدا يخش الاسلام مصر في 20 هجريه، وبدا عمرو بن العاص يفتح مصر. ففي العصر العباسي كان عندنا واحد اسمه اسحاق بن عقبه، ده كان والي مصر. الوالي يعمل الوالي بنفسه، كان يخرج من الفسطاط للعسكر يصحي الناس. المجتمع كان لسه صغير، ولكن بعد كده بدات تنتشر الموضوع وبدات تحصل مشكله لغايه ما جالنا حاكم بامر الله فرض حاجه غريبه جدا، قال كل الناس بعد صلاه العشاء تنام. ويبدا الجنود ويبدا الجنود يخبطوا على البيبان عشان يصحوا الناس. ايوه. طب دي مشكله، طب يعني هنجيب جنود منين؟ فبدات تظهر من فكره ما يسمى بفكره ايه ان واحد هو اللي يصحي الناس. وبدا يظهر لنا واحد اسمه ايه عنبسه ابن اسحاق
ده راجل بدأ يشتغل بهذه المهنة وبدأ يفتكر بفكرة ان هو ايه يصحي الناس، وبدأ بعد كده المهنة تنقرض شوية لغاية ما جالنا الظاهر بيبرس، بدأ يجيب الناس اللي هم يعني العصر الخففاء. المملوكي بقى. بدأنا نخش بقى الناس اللي هو ايه يعني اللي هو ممكن يكون كفيف كبير في السن، الناس اللي في الازهر اللي هم يعني الفقراء، يبداوا يشتغلوا بقت مهنه رسمي ويعدي عليه. طب الراجل ده بيعمل ايه؟ قال دايما نلاقي ان الراجل ده كبير في السن شويه او كفيف ومعاه طفل، ويبدا اسمه ايه مسحرات الحي، حافظ كل الناس، يقول يعني اصحى يا فلان يا ابن فلان، حافظ تاريخ العيله زي ما بيقولوا. بالظبط. وتبدا السيدات تعمل حاجه ظريفه جدا، تجيب قطعه من القماش وتحط فيها كوينز او عمله وتولع فيها وترميها، عشان الطفل الصغير لما يشوف النار نازله يبدا ايه، كان ممنوع السيدات تتكلم عشان صوتها، فالطفل لما يشوف ان في يعني حاجه نازله مولعه يبدا ياخدها ويفك الكيس الصغير ويبدا ياخد الايه العمله بتاعته، عشان نوع من الترضيه لهذا الرجل، يعني نوع هديه او ايوه للمسحرات. المسحرات. زي ما حتى لغايه دلوقتي بنعمل بالظبط. يعني في وما ثقافتنا كانش الشعبيه. مرتبط ما كانش مرتبط بمرتب، هو كان بيستنى لاخر الشهر او أيوة. اخر ويبدا يعدي، ممكن يديله اكل، يديله عيش، يديله كعك، يديله يعني حاجات محدده. أيوة. وبدا بعد كده تظهر لنا كمان حتى فكره المسحراتيه، ان في سيدات، ان كانت في سيده اسمها السيده احسان، دي ورثت المهنه من جوزها لان جوزها توفى، فبدات هي تمارس نفس الدور اللي بتمارسه. فكان بيشتغل ازاي؟ قال طبله صغيره اسمها البازه. أيوة. طبله بتبقى من النحاس او الجلد، وبيبقى عليها ماسك فيها خشبه، هي يعني هو راجل مش فنان، فبينقر نقرات بسيطه ويبدا يقول بعض الاشعار، وتبدا تتطور المهنه لغايه ما يجي لنا. طبعا كان عندنا بيرام التونسي كان مهم جدا، هو محمد، الناس اللي ما تعرفوش ان كان بيرام التونسي ومحمد فوزي كان برضه لهم يعني شغل كبير جدا، لغايه ما جالنا اشهر مسحرات في الدنيا كلها. طبعا يعني فؤاد حداد والسيد مكاوي. فكلنا اكيد الساعه 2 ل 5 في البرنامج العام يعني اصحى يا نايم وحد الدايم، اكيد كلنا يعني كنا بنصح هذا الرجل. فهي مهنه ابتدات منذ بلال بن رباح واستمرت حتى العصر الحديث، فهي مهنه مهمه جدا فكره المسحراتيه. هل كان في مسحرات الملك؟ كان معروف ان في العصر العباسي احد الخلفاء كان له مسحراتي خاص. أيوة. يعني هو اللي يبدا يعمل له عمليه ايه؟ عمليه التسحير، وهو اللي ايه؟ وهو اللي يقول له. ولكن هي مهنه زي مهنه مرت بمراحل مختلفه، ولكن كان اهم مظهر فيها اول ليله في السحور كان بيخرج واحد على جمل، راكب جمل، وكان يشيل طبلتين كبار جدا اسمهم النقرزان، ويبدا يخبط على الطبله دي بصوت عالي، ودي كانت دايما يقول في الاوامر المهمه يعني، ويبدا ينشرها كل الناس تعرف ان ايه، لان زمان ما كانش فيه اعلام يعني وسائل اعلام. هذا المشهد ليه ما نرجعوش يعني كرنفالات كده رمضانيه؟ حضرتك اشرت لنقطه مهمه. احنا بديعه بدانا يعني في يعني بدانا في الجمهوريه الثانيه الاستثمار في الثقافه، وحضرتك شفتي حفله الفاشونز اللي عملناها في حتشبسوت واللي عملناها في الهرم، في بعض الفعاليات وكان ابرزها السيد نادر عباس كان عامل حفله مهمه جدا في المتحف المصري. احنا نتمنى استاذ ناديه فكره ان احنا نحول تراثنا الشعبي الجميل، يعني اغاني زي اللي اتغنت دي لو انا خدت نفس الفرقه ولبستها لبس عصر مملوكي او عصر فاطمي ورحت للقلعه وانا وحضرتك، لو حضرتك المكان اللي عند المدفع القديم اللي هنتكلم عليه دلوقتي، هذه المنطقه لسه هفكر حضرتك والبدايه كانت بالزبط. من مصر، كانت فقرتنا في صباح يعني القاهره اسمها البدايه كانت من مصر، وكان كل يعني رمز وطقس كان رمضاني فعلا اصله كله من مصر، وكنا بنوثق ده مع حضرتك رمضان. فحضرتك لو احنا جينا في المنطقه دي جبنا الخياميه، عملنا خيمه كبيره قوي، وجبنا فرقه فنون شعبيه يعني رائعه جدا، وجبنا اكل، عملنا الاكل المصري الملوخيه والمحشي والحاجات دي. وانت عارفه حضرتك المكان هناك بيطل على المحشي عليه قولان شويه يعني بس الملوخيه مصري اصيله يعني. المكان هناك حضرتك انت عارفه بيطل على القاره كلها مع الموسيقى مع الاغاني مع الفلكلور، وجبتي عملتي السياحه بقى. طبعا اعتقد لو السائح قلت له $1000 والله يدفع. فاحنا نتمنى الاستثمار في موروثنا الشعبي، يعني شوارعنا في رمضان بتبقى مميزه طبيعي، اولا بتبقى كلها زينه وبتبقى اشكال كويسه موائد الرحمن والكنافه والقطايف، هي كده مش محتاجه دعايه. فحضرتك لو عملت كرنفال اسمه كرنفال رمضان، وزي ما عملنا الخيم الرمضانيه في بعض الفنادق، احنا عايزين نعمل خيم بقى للسياحه. أيوة. وتبقى نستغل الشهر ده بحيث ندعو السواح تعالوا شوفوا القاهره، لان يعني رمضان موجود في كل العالم الاسلامي، ولكن الزخم اللي موجود في القاهره العامره يعني الزاخره طبعا. فاحنا نتمنى ان احنا نستغل هذا الفلكلور اللي هو طبيعي موجود في ان احنا نحوله لفلوس، عايزين نحول الانكم لدخل للسياحه. واحنا السنه دي الحمد لله 15 مليون سائح، اعتقد نسبه مهمه جدا، لكن مصر دورها الطبيعي يبقى عندها 30 و40 و50 مليون سائح. فنتمنى نستغل الموروث الشعبي للبلد فيه كلها بفتره تراحم وفيها حب، حتى الناس في رمضان
يعني بيبقوا فريندلي اكتر من بقيه السنه. طبعا أكيد. فاحنا نتمنى ان نستغل موسم رمضان سياحه، لان عندنا بعض الاماكن زي القلعه كمنطقه اسلاميه، شارع المعز. طبعا. عندنا كمان دلوقتي يا استاذ ناديه في شارعين افتتحناهم مهم جدا، اسمه شارع الدرب الاحمر وشارع الاشرفيه. اتمنى يا فندم نعمل حلقه عن شارع الاشرفيه. هذا الشارع ده اللي ضمن فيه مخطط تطوير كل بقى شوارع القاهره المعز. الاسلاميه والتاريخيه. الناس ما تعرفيش في ست مراقد لآل البيت، السيده سكينه والسيده زينب والله يا فندم والسيده رقيه. فشارع زي كده لو حضرتك انت مثلا جهزتيه للسياحه، هو دلوقتي جاهز لكن نحوله مهرجانات والتنوره والفولكلور، اعتقد الدنيا هتبقى ماشيه. فنتمنى ان احنا نستغل موروثاتنا الشعبيه في رمضان في هذا البلد، لان عندنا حاجات مش موجوده في اي بلد عربيه ثانيه. يعني فكره المدفع، انا لسه كنت هفكر حضرتك بقى نرجع بقى لفكره المدفع واصلها مش موجود في بلد ثانيه. لان هو بدا طبعا، هو في اقاويل في اراء، لكن هو بدا هنا. سواء الراي اللي بيقول ان هو بدا منذ وخوش قدم كان احد يعني اولياء او الولي او ان هم الناس اللي متولين الحكم في مصر، قيل ان هو جاله هديه مدفع فجربه فتصادفت مع اذان المغرب. فالناس اعتقدوا ان هذا اذان بالاذان او دي بيدي يعني ايحاء اذانا بالاذان بالافطار. فطلبوا هذا الموضوع. ناس ثانيه بتقول والله ابدا، ده في عهد محمد علي عندما اراد يطور الجيش المصري حدثت مع نفس هذا الموضوع برضه. في ناس ثالثه بتقول انه في عهد الخديوي اسماعيل مع بنته فاطمه، ويمكن دي الاصدق لانها ما زال هذا المدفع حتى الان اسمه مدفع الحاجه فاطمه اللي هي فاطمه اسماعيل اللي هي اللي عملت جامعه القاهره. فهناك عده اراء، ولكن الاراء كلها بتصب ان فكره المدفع جت فين؟ جت في مصر او بدايتها كانت في مصر، سواء من محمد علي او خوش قدم او اسماعيل ما تفرقش معانا خالص. صحيح. احنا يهمنا ان هذا بدا في مصر، المدفع رمضاني مصري خالص. وهو بدا في القلعه الاول، كان في القلعه، ولكن سنه 92 قالوا انه بيسبب مشاكل المباني الاثريه، بدا ينتقل للبحوث وبدا ينتقل في اكتر من مكان. وكانت القاهره لوحدها فيها 5 مدافع، سواء في مصر الجديده او في حلوان او في العباسيه او في اسكندريه، فكانت في مدافع كتير جدا جدا. ولكن احنا ما زلنا، يمكن تذكري حضرتك ان في مدفع موجود حتى الان جنب الجامع بتاع محمد علي في القلعه، المتحف الاثري، مكان مهم جدا جدا. فالمدفع اصوله مصريه، وبدا بعد كده له طقوس خاصه. يعني كانوا دايما يخرجوا قبل يوم الوقفه، يخرجوا بطقوس خاصه، ويبقى في 2 دايما يشتغلوا عليه، واحد زي ما بيقولوا يحط فيه البارود، والتاني يعمله. واصبح مظهر مهم جدا مدفع الافطار، يضرب المدفع. مدفع الافطار اضرب. فهو ما زال الجسد موجود وما زال هو موجود. ويمكن من سنتين بدأوا يرجعوه تاني بالطريقه المصريه القديمه. فتخيل حضرتك لو انا بقى جبت السايح وفرجت على هذا المدفع وهو بيضربه، وبعدين بعد كده على الاذان مع جامع محمد علي، مع جامع الناصر، مع وجود القلعه، مع ان هو بيطل على اجمل جامعين في الدنيا اللي هو جامع حسن والرفاعي، السلطان حسن والرفاعي. يعني المكان في حد ذاته يعني محي جدا. كمان القلعه كبيره، يعني حضرتك ممكن تعملي اكتر من حفله او اكتر من مكان. بالزبط. بجانب ان كمان في محكى عباره عن مسرح مجهز. ايوه، محكى القلعه طبعا. ليه دي ما يشتغلش 30 يوم في رمضان ويبقى فلوس وتذاكر؟ اعتقد الموضوع لو استغل في هذا المكان. ونيجي في اسكندريه عندنا قلعه قايتباي، في رشيد في قلعه رشيد. يعني كل محافظه عندها اثر ممكن طبعا. ممكن يستغل كباك مش محتاجه ديكور. يعني عند حضرتك ديكور. فاتمنى من كل محافظ، ارجوك يا فندم استغل هذا الزخم اللي هو موجود في في المكان بتاعك، بحيث نحول المنشاه اللي هي الناس بتزورها لغايه الساعه 4. لا احنا مش عايزين الساعه 4 نقفله، لا احنا عايزين بعد الساعه 4 نحوله لحاجات ثقافيه وفنيه. لان احنا بالنسبه لنا وامسيات رمضانيه بديعه بالتاكيد. وبالظبط زي ما وزاره الثقافه بتعمل في شارع المعز، بتجيب فرق فنون شعبيه لكن ليه في القاهره بس؟ ليه ما يبقاش الموضوع ده في الشرقيه والغربيه والاقصر واسوان؟ ليه ما يكونش لان كل يا فندم في الصعيد عندهم زخم فني وعندهم حس فني طبعا. والله يمكن اكتر من طبعا. فليه كل محافظه ما تحتضنش ولادها سواء فرق فنيه او شعريه او ثقافيه بخصوصيتها بقى؟ يعني كل محافظه وليها خصوصيتها بتراثها الشعبي كمان. صحيح كلنا يعني ممزوجين ومدمجين بهذه الثقافات المتعدده والمختلفه، ولكن كل محافظه برضو ليها خصوصيه. يعني بالظبط. يعني حاجه تخصها. اسوان لبسهم، عاداتهم، تقاليدهم، حتى الاكل بتاعهم مختلف. يعني ده حضرتك مش بس كده، ده في كل مركز مختلف عن التاني. يعني لو رحت حضرتك محافظه الشرقيه، كل بلد لها لهجه مختلفه، لها لبس مختلف، لها اكل. فالبلد دي كل مركز او كل قريه لها الخصوصيه بتاعتها. صحيح. فنتمنى ترجع تاني دور وزاره الثقافه بهيئه قصور الثقافه. كان زمان كل قريه او كل مدينه فيها مركز ثقافي بيحتضن اولاده. هو ده اللي طلع لنا، يعني طلع لنا فؤاد حداد واحمد فؤاد نجم، وطلع لنا الناس الجميله وام كلثوم وغيرها. البلد دي كل شبر فيها والله فيها ناس يعني مهمه جدا. صحيح. فنتمنى نستغل هذا الموروث، ان احنا مش نيجي نحكي عنه في رمضان بس، احنا عايزين اللي نستغله في رمضان ممتد
يمتد طول السنه. يعني مثلا في رمضان نجد الملابس مختلفه، العادات مختلفه، التقاليد مختلفه، ليه ما يبقاش طول السنه نستغل هذا الموضوع، يبقى عندنا زخم فني طوال العام. فالموروثات دي مهمه جدا بالنسبه لنا. خلينا نرجع كمان لبعض المظاهر العديده زي كمان موائد الرحمن واصلها. طبعا موائد الرحمن بدات من عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانوا جايين ناس من الطائف علشان هم جم يعلنوا اسلامهم وتصادفت وجودهم في رمضان، فهم قاعدين في مكان بره، فبداوا يقدموا لهم نوع من الكرم، الاكل. فدي نوع من البدايه. ولكن بننتقل هنا الى مصر، كان الاول موائد الرحمن بتقتصر على الملوك، فكان الملوك كانوا بيهتموا جدا يعملوا موائد رحمن. وكان احنا عندنا الروايه المشهوره بين القصرين اللي عملها الرائع نجيب محفوظ طبعا. فكان عندنا القصر الشرقي والقصر الغربي. ففي القصر الشرقي، لان مدينه القاهره الناس ما تعرفوش كانت محرمه على عامه الشعب، ما كانش حد يخشها، وكان لها احنا من باب النصر. فكان المصريين حتى لما يخشوا عشان يبيعوا كانوا يخشوا في اول النهار ويخرجوا في اخر النهار. ومن هنا ظهر المثل اللي كنا بنعرفه، ده كوسه، يعني فكره بقى ان الكوسه بتفصل بسرعه وبتاع، فهي اللي تدخل اسرع، فكانوا بيدخلوها الاول. فكان معاك كوسه عدي علشان وارتبطت بعد كده بكلمه احنا ما نحبش نكررها. انما كانت القاهره كانت مقفوله. ففي القصر الشرقي كان يحرص الخليفه الفاطمي من يوم 2 رمضان لغايه يوم 26 رمضان على مد ما يسمى بالاصمته، والاصمته جمع صمات. بداوا يوصفوه المقريزي والناس بدات توصفه على نوع الاكل، بيقول لك كان 40 صينيه من الحلويات كل يوم. وكان يحضر الوزير والقبير القضاة وناس مهمة جدا. هو كان بيسيب له أول يومين يفطروا في بيوتهم وآخر يومين، لكن بقية الشهر يكون موجود. وكان موجود حاجة اسمها دار الفطرة. دار الفطرة دي الفاطميين حبوا، أو يعني قالوا المصريين بيحبوا الأكل والشرب، فاحنا نستغل الموضوع ده أكتر. فعملوا ما يسمى بدار الفطرة، تجهز الفطار الشهر كله، وكمان تجهز كعك العيد لأنه كانوا بيوزعوه مجانا. ففي القصر الشرقي اللي هو قصر قاعة الذهب كان يقدم فيها ما يسمى بموائد الرحمن. ثم استمر هذا الموضوع بعد خروج الفاطميين، بدأت الناس تنتشر موضوع ما يسمى بموائد الرحمن لغاية عندنا عصر الملك فاروق. كان في مطعم كامل اسمه مطعم الفقراء، كان بيقدم ويمكن موجود في باب الشعرية، وحضرتك شفت حتى الآن. وللأسف تحول دلوقتي لمركز تموين، ولكن ما زالت موجودة اليافطة. فكان بيقدم ما يسمى بموائد الرحمن، وبدأت بعد كده تنتشر أصحاب الناس القادرين والتجار، وأصبح مظهر مهم جدا بيميز مصر في شوارعها وحواريها. وبقت لغايه ما بكلم حضرتك دلوقتي بقى من اهم المظاهر دي موائد الرحمن. انما هو كان في فكره موجود منذ عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مهم جدا جدا. مش عايزين ننسى الاكل، لان دايما المصريين يعني مبهورين بفكره الاكل. هو مش مساله انبهار، ولكن يعني هم ذواقين بالظبط. ده ما يعيبهمش، ده بالعكس. المصري يحب زي ما بيقولوا يبقشش على معدته، ده شيء طبيعي، فهو شيء جميل جدا. فاحنا عندنا بقى فكره الحلويات والاكل والشرب. فعندنا مثلا اهم حاجتين بناكلهم هي الكنافه والقطايف وام علي. دول 3 حاجات احنا بناكلهم واحنا لا ندرك معناهم او بندرك ان هم جاي منين. فعندنا اول حاجه، اشهر حاجه عندنا، اعتقد ما فيش هنا حد ما كلش فكره الكنافه. فالكنافه دايما يعني ولها انواع طبعا، لها الاليه ومشعر واليدويه اللي هي بتتعمل على فدي لها انواع كتير جدا. صحيح. هي بدايتها قالوا ان ظهرت في بلاد الشام، ده الراي يمكن الارجح. معاويه بن ابي سفيان احد الخلفاء المهمين، هذا الرجل كان بيشتكي لانه كان ضخم شويه، فكان بيشتكي من الجوع، فطلب من الاطباء ان هم يعملوا له اكله ما تجوعش، فبداوا يخترعوا له هذا الموضوع. لكن في راي ثاني بيقولوا ان قطر الندى، هذه السيده المعروفه، قالوا ان هي كانت لها قصه مشهوره ان هي كانت تتزوج في العراق، فابوها عشان يرضيها عمل لها 11 استراحه عشان تعدي فيها. فبرضه الطباخ بتاعها اخترع لها هذا النوع علشان يعني يجيب لها اكل. واصبح صراع ما بين، يعني مش صراع بقى لكن منافسه بين المصريين وبلاد الشام، مين اللي يعمل الكنافه الاول. لان بعد كده لما جت الدوله العثمانيه راحت نابلس او راحت بلاد الشام في ان طلعوا حاجه اسمها الكنافه النابلسيه، وبدا يحصل فيها صراع كبير جدا جدا. ولكن الكنافه اهم مظهرها هي بدات في مصر، وكانت لها طقوس خاصه. وبدات المصريين ما فيش يعني يعدي اعتقد ممكن طول السنه ما ياكلوش كنافه، لكن لازم في شهر رمضان صحيح. كلنا نبقى حريصين على هذا الموضوع. فكره القطايف كانت اسبق شويه، يعني ناس لان هي سموها قطايف عشان حاجتين. اولا لانها بتقتطف بسرعه، يعني لو قعدتها في الزيت كتير هتشرب الزيت، فبيقول لك دايما اقطفيها بسرعه تو ما تستوي على طول. الراي الثاني ان ملمسها يشبه القطيفه كشكل، فهم خدوها من النوعين دي. وكانت الاول بيحشوها يا اما فستق يا اما يا اما نوع من الاجبان في بلاد الشام، ولكن كانت مهمه جدا وبدات لها مظهر مهم. لكن عندنا الاكله الثالثه اللي هي ام علي، دي اكله دمويه شويه، الناس ما تعرفش عنها لان ارتبطت بام علي زوجة الصالح نجم الدين ايوب عندما تزوج شجره الدر. وبعد وفاته حصلت القتله المشهوره اللي لازم يقولوا قتلتها بالابائيب ورمتها من فوق القلعه، واحتفالا بهذه الميته وتولي ابنها طلعت له نوع من هو عباره عن رقاق وعسل ولبن
وبدات توزع لمده شهر كامل مش ترحما عليها ولكن فرحا بايه؟ بمقتلها. فدول 3 اكلات احنا بناكلهم، لكن هي اكلات تاريخيه لها طقوسها، واصبحت كل بلد عندنا بقى الكنافه الشاميه ومش عارف الكنافه المصريه، وبدا نبدا يعني نتطور فيها. انما الاكلات كلها لها اصول من التاريخ ممتده حتى العصر الاموي وممتده حتى العصر العباسي. ولسه الوجبه الدسمه اللي مع حضرتك الخبير الاثري الاستاذ مجدي شاكر لسه ممتده مع حضرتك. بس هنرجع لزميلتي رندا وفرقه الصبا للانشاد الديني، وهنشوف دلوقتي المقطوعه والابتهال اللي هم هيكونوا محضروه لنا. بشكرك يا رندا وبشكر فرقة الصبا للإنشاد الديني، وبنستكمل حوارنا مع الخبير الأثري وكبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة الأستاذ مجدي شاكر. وحضرتك كلمتنا عن مظاهر عديدة جدا وليها خصوصية شديدة عند الشعب المصري. هذا المزج اللي يعني على مدار حضارات عدة كانت على هذه الأرض الطيبة. يعني عايزين نعرف من حضرتك التكوين اللي كان في الشخصية المصرية نتيجة هذا المزج. لا، عارف حضرتك ان يعني تاريخنا تاريخ قديم جدا، يعني وجه نتيجه البيئه المصريه. عارف حضرتك ان بيئه زراعيه، ودايما البيئه الزراعيه مختلفه شويه عن البيئه الصحراويه. اولا هو عنده محصول امن، ما عندناش تقلبات جويه، يعني لا حر قوي ولا برد قوي، طول عندنا الجو معتدل. كان عنده وفره من المحصول دايما، بل بالعكس ده هو بيوزعها. ويمكن كان تجربتنا زي ما حضرتك قلت قبل الفاصل ان كانت تجربتنا مع الهكسوس ان هم كانوا دايما كبدو بيقفوا على الحدود، فاحنا بنديهم بقايا المحاصيل بتاعتنا. لدرجه ان دايما فكره المصري ما كانش يحب الجمل، لان الجمل ارتبطت بالبدو. دايما البدو هو جاي براكب الجمل، فكان دايما ما عندوش فكره، ما كانش يحب الجمل. لذلك كانت عندنا يقول لك يغور الجمل بما ايه؟ حمل. الجمل لم يدخل مصر غير في عهد الفرس. فهو المصري كان ممكن يقنيه، انما ارتبطت معاه بشيء مش بيحبه، فما كانش يحب برضه الجمل، او ما كانش بالنسبه له شيء مهم. فالمصري في طبيعه الشخصيه نتيجه البيئه، نتيجه المناخ، نتيجه ان هو كان عنده محصول امن، نتيجه ان كان عنده دوله موحده مستقره. اول حكومه ظهرت هي في هذا البلد، اول نظام سياسي. يعني ناس كتير تسال ازاي مينا لما وحدوا القطرين وحد مصر، ازاي كان بيديرها؟ ما كانش فيه لا اعلام ولا كانش فيه جيش يعني بنفس الحجم، ولا فكره المركزيه. ازاي الواحد يحكم بلد من طيبه؟ ازاي الحكومه تبقى في الاقصر اكتر من 550 سنه؟ فده دل على شيء بيدل ان المواطن المصري ادرك من يوم ما اسس واجد هذا البلد لابد ان يكون يعني مطيع، ولانه دايما قيمه الاستقرار. بالزبط. يعني هي بالزبط. رحلته الحضاريه بدايتها كانت من الاستقرار نفسه على ضفاف النيل. وكان عنده استقرار حكومي كده بيقدس هذا الاستقرار، وعنده استقرار اقتصادي. احنا المركزيه دي وجودها كمركزيه حكوميه، وعنده حاكم مستقل. ففكره السمع والطاعه وان هو يعني فكره الاستقرار الاقتصادي خلت الشخصيه المصريه عنده نوع من الهدوء، عنده نوع من السكينه. يمكن ظهرت في اغنيه محمد عبد الوهاب محلاها حله الفلاح بتمر على ارض براح. ليه؟ صحيح. والانسان عندما يضمن قوت غذائه اللي هو اليومي ويضمن امنه العادي، اعتقد مش عايز حاجه ثانيه. ولكن كمان في شخصيه المصري القديم حينما يشعر باي خطر طبعاً. او ظلم حينها يعني المارد بقى بيظهر. طبعا انا اقول لحضرتك في مقمعه اسمها مقمعه الملك العقرب. دي المقمعه دي اداه حرب موجوده في البريتش ميوزيوم او في بريطانيا. اللوحه دي عليها ملك مصر عامل حاجتين مهمين جدا. على الوجه الاول من اللوحه ماسك اداه قتال، هو بيحارب. على اللوحه الثانيه ماسك فأس، فهو الفلاح الاول وهو الجندي الاول. وحضرتك شفت ان حرب 6 اكتوبر كان 70% من اللي اشتركوا في الحرب الفلاحين. طبعا. او ولاد الفلاحين، ولاد العمال. فالمصري عنده منتهى الهدوء ومنتهى زي ما بيقولوا ايه استكانه. بس اذا حس ان خطر في بلده، ناس كتير دايما يقول لك حدودنا خط الاحمر طبعا. وهي بترددها وهي ما تعرفش المعنى بتاعها. الكلمه دي موجوده من ايام حتب لما طردوا الهكسوس. قالت بس تجربه الهكسوس علمت المصريين ان حدودك تبتدي من بره قوي. لذلك احنا بعد تجربه الهكسوس بدات تخرج الجيوش المصريه مش تحتل، تؤمن حدودنا طبعا، تاخد بلد العراق وتاخد بلاد الشام. في يوم من الاوام كان الملك تحتمس الثالث وصلت حدودنا حتى هضبه الاناضول، كان يمتد من هضبه الاناضول في الشمال حتى الجندل الرابع في الجنوب. ليه؟ عشان يامن هذا. والدليل ان احنا مش كنا غزاه. لما خد هذه البلاد لم يعين حاكم مصري. ده كل اللي عمله بعد ان هو فتح هذه البلاد، خلى نفس الحاكم بنفس الدين بنفس كل شيء، في مقابل انه ياخد الايه؟ الجزيه فقط لا غير، وياخد منهم الحصنه، لان مصر ما عندهاش حصنه، ويسيب لهم الحمير.
ويعمل حاجه مهمه جدا، حاجه راقيه قوي، يجيب اولادهم الصغيرين. ليه؟ قال عشان يعلمهم مع اولاده في القصر. ليه؟ بالظبط. لان الولد لما يجي هياخد الثقافه المصريه، هياخد اللغه المصريه، العادات المصريه. لما يرجع يبقى ملك هيدين بالفضل ولا ليه؟ ما يكون متشبع بالظبط. بالثقافه المصريه، مدرك العلوم بقيمه وفنون الحضاره وهيكون المصريه مدرك القديمه. عظمه هذا البلد. صحيح. فبنقول ان فكره المصري ما يحبش الحرب. المصري عمره لو دورت من تاريخه من اول ما خرج الملك مينا حتى الان عمره ما راح غزا بقصد الغزو والاحتلال لا عمرنا. بدليل بعكس لما جم الفرس عندنا، قمبيز، لما الناس ما تعرفش ان احنا يعني عندنا علاقات تاريخيه كبيره جدا. قمبيز لما جه العمليه هدم المعابد المصريه، دمر الجيش المصري. حتى كان بيعبدوا العجل ابيس، راح ماسكهم ده ابحه وراح موزعه على ايه؟ على الجنود بتوعه. اليونان لما جم خدوا معظم الجنود المصريين وكانوا بيعملوا يعني بيعملوا العاب بالجماجم المصريه. انما المصري ابدا. المصري تحكم الاستاذ كان بيقول لي للجيش لما يروح كده: لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امراه ولا تقتلوا اسيرا ولا تقتلوا جائعا. يعني لو واحد جائع هتموته ليه؟ فان دل على فجر الضمير الانساني. بالظبط. صحيح. لان صحيح. كان بتحكمه حاجه مهمه جدا، هي قوانين المعط، قوانين العداله. بالزبط. مش هقول لك كان اولياء، ولكن كان عندهم بعض التجاوزات، ولكن هم كان عندهم نوع من العداله ونوع من الرحمه. صحيح. ده واحد اسمه ايديني قبل تحكم حوالي 1000 سنه بيقول لجنوده كده، يعني ايه؟ بيقول لا تسرق عنزه ولا تسرق خبزا ولا تسرق عجينه. صحيح. يعني معناه انه كان ومعنى ذلك ان هو كان موفر له اكله وشربه ولا ايه؟ طبعا. والامكانيات الماديه بتاعته. صحيح. صحيح. حتى لو عندنا اخر حاجه ناديه في طريق اسمه طريق حورس الحربي، لقينا عليه حوالي 11 قلعه. ليه؟ كل قلعه فيها حاكم، فيها اكلها وشربها، زي ما بيقولوا امداد وايه؟ وتموين، عشان طبعا. الجيش وهو رايح وراجع صحيح. ما يحتاجش لاي حاجه. وبالتالي ان دل على شيء يدل ان هذا البلد منظم من ساعه ما ربنا خلقه، وان شاء الله يفضل كده طول العمر. صحيح. ولذا هي اقدم واعرق حضاره انسانيه على وجه الارض. مشاهدينا، عوده لزميلتي رندا وفرقه الصبا للانشاد الديني، وبنشكر شكرا جزيلا الخبير الاثري وكبير الاثريين بوزاره الاثار والسياحه الاستاذ مجدي شاكر. شرفتنا ونورتنا. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر الفرقه الجميله دي، وان شاء الله اتمنى ان مشروعنا السنه الجايه يكون احتفال كبير قوي عالمي يعني صحيح. بهذا الشهر نكون بنصور من جوه الكرنفال الرمضاني مع حضرتك باذن الله. عوده مشاهدينا.